يا مساء الحلويات على احلى اخوات في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديده في القناه تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. زي ما انتوا عارفين ان انا بشارك يوم بكل تفاصيله معاكم. النهارده نبدا اليوم بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، صلاه تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. يا رب فرج هم كل مهموم واجد الدين عن المدينين، قول اللهم امين. لعل وعسى في يوم من الايام تكون الدعوة دي من حدك ومن نصيبك. النهاردة بصوا، روتين كله نشاط وحيوية كده بدأت معاكم من الصبح من اول اليوم. اول حاجة كده كنت عندي سمنة بلدي كنت عايزة اسيحها و... فقلت بقى ايه، وكنت هعمل كشري. الكشري بتاع النهارده سهل جدا، كله في حله واحده. هتقومي بتعمليه بسرعه. صراحه انا بحب ان هو بيتعمل في حله واحده، مش في كذا حله. بيبقى رخم لما بتعمليه في كذا حله، فدي سهل جدا وطعمه تحفه. يلا بقى، قومي كده تشجعي. لو وراكي اي حاجه يلا قومي كده اعمليها. لو وراك شوية غسيل عايزين يتنشروا يلا قومي نشريهم، عندك شوية مواعين عايزين يتغسلوا يلا قومي كده تشجع وخدي طاقة إيجابية، وشاركي معايا اليوم بكل تفاصيله، وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد كده طلعت حوالي 4 بصلات علشان نعمل الكشري. أول حاجة بعملها للكشري البصل. طلعت 4 بصلات وحطيت عليهم حوالي معلقة كده من النشا وقلبتهم. قلبت النشا مع البصل، قطعته جوليان وكده. حطيت مع النشا معلقة من الملح. بعد كده حطيت شوية كده من الزيت، يعني شوية زيت كتار، وبدأت افرد جزء كده من البصل على قد ما الحلة تاخد، يعني عشان ما احطوش كله فوق بعضيه، علشان اللهم صل على سيدنا محمد. آه يعني يحمر كده معايا ويستوي حلو، عشان ما يمسكش في بعضيه ويفضل ايه كده ناشف ومجرمش. بفرده كده عن بعضيه، اول جزء كده اتحمر بروح احوشه يعني كده من الحله. وبعدين اعمل ايه باجي اللي هو الجزء التاني. دلوقتي ايه بقى، اللهم صل على سيدنا محمد، كنت طبعا موطيه النار على السمنه. كانت استوت معايا. السمنه البلدي بتبقى جميله جدا على فكره في الاكل وصحيه. اول ما استوت طبعا جبت اللهم صل على سيدنا محمد الحله دي علشان احطه ايه فيها، واللي هو الجعر ده بيبقى المرجة بتاعتها. بس كانت استوت مني جامد، فصراحة ايه ما استعملتهاش. بعد ما بسيح السمنة طبعا بحطها في الحلة دي علشان باجي استخدمها كده على طول، اطلع منها على قد ما انا عايزة. بعد كده قلت بقى ايه، هعمل الصلصة بتاعت الكشري. فطلعت كده شوية من الطماطم حلوين، وطلعت معاهم قرن فلفل احمر علشان يعزز لون الطماطم شوية ويخليها لونها احمر بزيادة، عشان بدل يعني ما احط صلصة او اي حاجة. فبحب ان انا ايه احط كده اللي هو اللي بيبقى القرن الفلفل. وحاطه طبعا على النار جنبي جزء البصل التاني اللي انا كنت حطاه. بعمل اول حاجه في الكشري اللي هو بيبقى بحمر البصله في الاول، وعشان الكشري ده زي ما قلت لكم بيبقى في حله واحده. بعد كده قلت بقى هعمل الصلصه. حشت اللي هي الاعناج اللي هي بتبقى في الطماطمايه دي، اللي هو بيبقى ملهاش اصلا لازمه. دلوقتي بقى بعد ما ضربت يعني بعد ما قطعت الطماطم، قلت بقى ان انا ايه هضربها وهحط شويه من الزيت، وبعدين هنزل بيهم بقى في الحله مكان البصل. هنزل بقى بحوالي نص كوبايه كده من الشعريه، علشان هعمل رز عادي خالص في الاول. هحمر الشعرية في الاول، وبعدين بعد ما يعني تاخد لون كده ذهبي هنزل بكوباية من الرز، او مش عارفة باين كانت كوباية، ان انا مصورة بقالي كذا يوم فنسيت. بس بعد كده بعد ما الشعرية خدت لون غسلت طبعا نص كوباية الرز. بحط كميات قليلة ليه، علشان طبعا احنا فردين ومش هعمل كتير. حابين انتوا تعملوا كتير ضعف الكمية عادي. طبعا بعمل في الزيت اللي مكان البصلة
اللهم صل على سيدنا محمد. بيدي طعم حلو جدا للكشري. على فكرة جربوا الكشري اللي في حلة واحدة، ده هيعجبكم. دي كانت مكرونة اللي هي كبيرة شوية. هحط نوعين مكرونة. بعد بقى ما الرز اتحمر كويس جدا، نزلت بقى بالمكرونة. نزلت بنوع مكرونة كبيرة شوية ونوع مكرونة اللهم صل على سيدنا محمد اللي هي صغيرة. وابدا ان انا اقلبهم كده تقلبتين، وبعدين اكون طبعا حاطه الكاتل مشغلاه يعني على الميه السخنه، او حاطه مثلا اي حاجه فيها ميه سخنه. كنت حاطه الحله جنبي فيها ميه سخنه عشان انزل بيها كده على طول. بعدين حطيت شويه من الملح وشويه من الكزبره المطحونه. وبعدين نزلت بقى اللهم صل على سيدنا محمد بالمكرونه الاسباجيتي بالطول وبالعرض. ودلوقتي كانت الصلصة كده استوت. حطيت معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود وشوية من الكزبرة المطحونة وشوية شطة. وكده كانت خلاص الصلصة بتاعت الكشري خلصت معايا. وكمان كان الكشري بعدها بكده ب10 دقايق كان خلاص كده استوى. بدأت بس ان انا اقلبه كده علشان ما يبقاش متعجن يعني معايا. بدأت ان انا اقلب فيه. والله الكشري كان ما شاء الله عليه، كان طعمه تحفة جدا. وكان اكن كل حاجة معمولة في حلة لوحديها، برغم ان هما كلهم معمولين في حلة واحدة. بس كان تحفة يعني، اكنك جايباه من بره واحلى كمان. وكمان ضامنين النظافة بتاعته، وضامنين احنا عاملينه ازاي. وما عملناش كمان مواعين كتير. شايفين كل المواعين دي، وما عملناش كمان مواعين كتير. يعني لو كنا عملناه في كل حاجة في حلة لوحدها كنت هتلاقوا المطبخ ده كانت هيصة. انا بحب دايما ان انا اعمله في حله واحده، ان انا ما بيطلعش معايا مواعين كتير. وفي نفس الوقت بيبقى برضه حلو ان هو معمول في حله واحده يعني. يا رب تجربوه وتعجبكم الطريقه. ولو بتعمليه بنفس الطريقه بتاعتي بقى اكتبيلي في الكومنتات. طبعا بعد ما اتغدينا وحطيت كل حاجه كده رجعتها يعني. اللي فاض مني انا حطيته في التلاجة، والحلل اللي فضيتها. فقلت بقى اشطب كده المطبخ، علشان بحب ان انا اطلع من المطبخ وهو نظيف وما فيهوش اي حاجه. زي ما دخلته ما كانش فيه، اول ما دخلته ما كانش فيه غير طبقين بس مكان الفطار. فقلت لا بقى اطلع عشان ابقى مرتاحه كده وبالي رايق ان انا انضفه قبل ما اطلع منه. فقلت بقى الله المستعان. ودخلت بقى كده على المواعين وشمرت ايديا الحلوين. وبقيت اذكر الله وانا بغسل المواعين. فما حسيتش والله بالوقت. وفي نفس الوقت طلعت من المطبخ بتاعي نظيف، عشان لو مثلا هعمل عشاء يبقى مطبخي نظيف ومستعدة ان انا ما بقاش مشغولة ان انا ورايا مواعين تاني يعني مواعين. فلا يبقى موجودة عندي بس مواعين العشاء، واكون منضفت مواعين الغدا. دايما ببقى متعودة ان انا بعد ما اعمل اي اكلة ان انا اغسل المواعين، عشان ابقى مرتاحه كده وانا بعمل. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. والله وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. وحشني الرغي معاكم. وحشني ان انا اشجعكم واديكم طاقه كده ايجابيه. وانا ببقى فرحانه. انا بحس ان انا باخد طاقه ايجابيه كمان وانا بصور لكم. بتبسط جدا. وبفرح بالكومنتات الحلوة اللي بتكتبوها لي والدعوات الحلوة. يا رب يكرمكم ويحوش عنكم كل حاجة سوء ومكروه وكل حاجة وحشة في الدنيا. مش عارفة اقولك انا ببقى مبسوطة. يا رب يبسطكم زي ما انا مبسوطة وانا بسجل لكم الفيديو. ويا رب كده يفرحكم دايما. بص، اول ما قلت الله المستعان ما اخدوش في ايدي، عشان يعني ما تكسليش على الحاجة وتقول ان انت بردانة وان الجو برد. عارفين اول ما بتحطي ايدك في المية يعني بتدفي. والله لما بحط ايديا في المية بدفى وبخلص كل اللي ورايا. وبعدين بقى اقعد البس شراب كده واقعد تحت البطانية ابقى مرتاحة. ما ببقاش يعني عايلة ان انا عم بقى ان انا هقوم هحط ايديا تاني في المية. غير بقى لما تكوني هتعمل العشاء او هتعمل حاجات بسيطة، فتبقي مرتاحة كده وانتي قاعدة. في الشتا دي بنبقى عايزين نشرب حاجات سخنة. الله بقى انا من العشاق السحلب في الشتا جدا. ولا الشعرية البلدي اللي انا عملتها معاكم. لو ما شفتهاش يبقى شوفها في الفيديوهات اللي قبل دي بكام فيديو. برضو بحب جدا ان انا اعملها كده بالليل. لجوع بقى اخر الليل ان الشتا بتجوع شوية. يعني الواحد بيجوع بقى في الشتا دي.
فبتبقى حابة ان انت تعمل اي كده اي حاجة سريعة وفي نفس الوقت تدفيكي. فانا بحب السحلب وبحب الشعرية جدا في الشتاء، اكتر حاجتين يعني بحب ان انا اعملهم في الشتاء. قولولي بتحبوا ايه في الكومنتات تاكلوه في الشتاء وتحسوا ان هو بيدفيكوا. يعني دولت الحاجات اللي بحس ان هم بيدفوني. وطبعا بنجيب كده، يعني الشتاء حلوة ان انت واقفة بتقعد قدام التلفزيون وتجيبي بقى الفاكهة اللي موجودة عندك في التلاجة و... والتسالي كده، وتقعد قدام التلفزيون تحت البطانية وتقعد. يعني الواحد بيتخن جدا في الشتاء من كتر ان هو طول الليل بيبقى قاعد مالوش غير ان هو بيفكر في الاكل بس. ان هي من الحالات اللي بتجوع، ما بنشربش ميه قد ما بناكل. بس هو المفروض ان احنا نشرب ميه كتير علشان الاملاح بتزيد عندنا في الشتاء بسبب قلة الميه. لكن في الصيف طبعا بنشرب ميه كتير، فنحاول ان احنا نخلي لتر ميه جنبنا كده على الاقل نشربه بس في اليوم. ان احنا في الشتاء ممكن ما نشربش غير كوبايه واحده، ما بنفكرش خالص في الميه ان الشتاء ما بتحسسناش بالعطش. يلا بقى ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وعايزاكم بصوا الكومنتات كلها كده تتملى الف صلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ولايكات حلوة كده وجمر زي. بعد ما شطبت المطبخ قلت ان انا بقى انضف البوتاجاز كده معايا بالمرة عشان يبقى المطبخ بتاعي كله بيلمع وزي الفل، وبيبقى ريحته حلوة، ما يبقاش فيه ريحة دهون لما بتبقى منضف البوتاجاز معاكي بالمرة. بعمل اللي هي التنظيفة كده اللي هي من على الوش، يعني مش هحوش العيون ولا اغسلها، ان العيون كانت نظيفة، فلما بلاقيها ان هي محتاجة ان هي تتشال وتتغسل فبشيلها، لكن كانت نظيفة يعني. ان شاء الله نعمل برضو مع بعض روتينات قوية، بس مش دلوقتي، ان لسه الدنيا نظيفة وكنا عاملين من قريب. فلما بلاقي الحاجة ان هي محتاجة روتين قوي وتنظيفة عميقة اكيد بحوشها وما بستناش عليها، يعني مش بستنى ان هي تتبهدل مني على الاخر يعني وكده. ما بياخدش مني ان ايدي بتبقى اول باول فيه، بحاول ان انا بحافظ على الحاجه بتاعتي. ان الايام دي بقت الدنيا الحمد لله على الغلاء اللي احنا فيه مش محتاجه ان الواحد كل شويه يغير الحاجه، فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على الحاجه اللي موجوده عندنا علشان ما نغيرهاش بس كل شويه. بعد كده بقى بعد ما خلصت البوتاجاز تنظيف، حشت كل الحاجات اللي على الرخامه، وبدات ان انا ادعكها بالسلك كده والصابون. بحب ان انا يعني انضف المطبخ كل جزء فيه ادام وجفت فيه. لازم بقى يبقى نضف وكده واطلع منه نظيف، يعني زي ما دخلت نضيف وزي الفل، عشان لما اجي اعمل اكل تاني يبقى نظيف، يبقى المطبخ كله مترتب كده ويفتح النفسية، ويبقى ما شاء الله يبقى مساعد ان انت تخشي تعمل الاكل فيه. طبعا كنت سايبه بعد ما شطبت الحوض من المواعين، كنت سايبه ان انا يعني اغسله بالسلك في الاخر عشان اكون خلصت كل حاجه، عشان كنت طبعا بغسل فيه الفوطه مكان البوتاجاز لما بشطفها يعني فيه مكان الحاجات دي، فقلت هيتلاص، فقلت بعد ما اخلص كده في الاخر اروح ضحكاه بالسلكة مكان برضو ما بعمل الاكل والحنفية، والمع كل حاجة كده واخليها متعقمة ونظيفة وتلمع معايا. يلا يا ست الكل، لو لسه ما اشتركتيش في القناة يلا قومي كده اشتركي واكتبي لي كومنت حلو وادعي لي دعوة حلوة من قلبك. لو انت اتشجعتي معايا ان شاء الله تكوني بتتشجع كده وبتاخدي اي قطعة من النشاط كده. اللي هو ببقى شطبت المطبخ وابقى ارتحت بقى وعملت الغدا بتاعي، ومفيش اي حاجة غير ان انا مثلا لو هعمل عشاء يتعمل سريح كده وتبقي مرتاحة. مثلا لو هتسيبي المواعين للصبح مش هيبقى عندك غير مثلا اطباق العشاء، هتعمليها برضو وانت واقفة بالليل بيبقى احسن ليكي ان انت تبقي جايمة كده مرتاحة وما وراكيش اي حاجة في البيت. حصلت اي ظروف ان انت هتطلع من البيت يبقى مطبخك نظيف، طول ما المطبخ نظيف بيبقى كل البيت نظيف ومفهوش اي حاجة ويبقى زي الفل. دلوقتي بعد ما اللهم صل على سيدنا محمد، بعد ما غسلت الحوض بحب ان انا انشفه كده علشان ارجع الحاجات دي عليه. كل الحاجات دي اللي انا حطاها على الرخامة بستخدمها، يعني طقم التوزيع ده والطقم واللي هي شيلت صفيت المعالق. بعد كده جبت كده شوية بمية بدوني برسيل جل وحطيتهم كده في الارض، ان الارض طبعا بتبقى كلها دهون وحاجات من دي، فلازم برضو تتعمل.
الدون بيدي ريحة حلوة، والبرسيل الجيلي لو فيه دهون ولا اي حاجة كده بيزيلها من الارض. ف بدأت كده بالفرشة، بدأت احكها كده، وبعد كده بسحبها بالمساح، وبعد كده بقى بنشفها بالشرشوبة وخلاص. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم في اسيبكم في رعاية الله وحفظه، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله، ومع السلامة.